الجدل في المغرب حول العودة إلى تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في المدارس مستمر، بيد أنه لم يؤثر على سير الدراسة في مؤسسات التعليم المغربية، حيث تمضي عملية التدريس بشكلها الاعتيادي. ويرى القائمون على مؤسسات تعليمية كهذه أن العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية سينهي الازدواجية القائمة في النظام التربوي المغربي وإشكاليات تواجه مؤسسات التعليم العالي التي تدرس الاختصاصات العلمية كما التقنية بالفرنسية. الشاب اللي كيكون هو تلميذ وكيولي طالب كيصعب عليه انه يمر من واحد المنظومه اللي تعلم فيها كل شيء باللغه العربيه وانه يبدا يترجم كل شيء باش يفهمه في التعليم العالي. فكنظن ان اللغه الفرنسيه الا كانت غتبقى المنظومه كلها كتدرس خاصها تدرس بلغه واحده. النخب المغربية تنقسم حول اعتماد الفرنسية كلغة تدريس للمواد العلمية، ويرى المحافظون في القرار انتكاسة للتعريب وخطرا يهدد الهوية الثقافية للمغرب. ومع أن هذا التيار يبدو صوته الأعلى في خضم هذا الجدل، لكن هذا لا ينفي معطى واقعيا يتمثل في حرص معظم المغاربة على تدريس أبنائهم اللغة الفرنسية. الجدل الحاصل الآن فيما يخص اللغة الفرنسية، التعلم باللغة الفرنسية أو لغات أجنبية، هو يعبر عن حيوية داخل المجتمع المغربي فيما يخص سؤال كبير: أي لغة يمكن أن نختارها لناشئتنا في تعلم اللغات؟ وكان جدل الفرنسية قد تسبب في تلاسن سياسي حاد بين رئيس الوزراء وحزب الاتحاد الدستوري الذي اتهم بنكيران بالديماغوجية وتعطيل سير عمل المؤسسات الدستورية، ودافع بشدة عن قرار وزير التربية. ويستمر الجدل في وقت شهد فيه المغرب إضرابات في قطاعي الصحة والتعليم، ويرى خبراء أن على المغرب إدخال إصلاحات في النظام التربوي والتكوين المهني لتعزيز الاستقرار. وجاءت أعنف ردود الفعل على قرار وزير التربية من الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم حركة التوحيد والإصلاح الوصولية.